ما عم تصير بف معك وبتشرب زيت وحشوة الجبنة بتهرب لبرا كمان. وودعوا كل مشاكل السمبوسة بهالفيديو واعتمدوا عجينتي وطبقوا كل ملاحظاتي عن العجينة وحشوة الجبنة وقوامها، ورح تاخدوا سمبوسة ذهبية خفيفة مو شاربة ولا نقطة زيت بتشرفكن بسفرة رمضان. لا تنسوا فضلا الإعجاب والمشاركة كل اللي يدخل يشوف الفيديو. لتحضير العجينة بالبداية بيلزمني 6 أكواب، يعني 6 كاسات من الطحين، وعم بستخدم طحين عادي متعدد الأغراض. العجينة كتير بسيطة وسهلة ومكوناتها قليلة. على الطحين رح ضيف 1.25 كوب من الزيت زائد السمنة، يعني أنا خلطت هون عملت مزيج ما بين الاثنين، النتيجة بتكون أفضل بكتير. فيكن أكيد تخلوا 1.25 كوب من السمنة أو 1.25 كوب من الزيت، واختاروا سمنة تكون نوعيتها ممتازة. رح بس الآن الطحين مع الدهن بهذا الشكل بين الكفين لحتى كل حبة أو ذرة طحين تتغلغل بالدهن. فيكن أيضا تعملوا أصابعكم مثل ملائط بهذا الشكل. وهيك الطحين تحول معانا مثل الرمل المبلول، شوفوا كيف كل ذرة شربت دهن. رح أضيف الآن 3 ملاعق كبار من النشا، نشاء الذرة، وهاي الملعقة الثالثة. ورح أضيف أيضا ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح. بوزع الملح والنشا قبل ما أضيف المي. رح أضيف الآن الماء الدافئ بالتدريج. المي لا سخنة ولا باردة، دافي. مقدار المي ما في مقدار محدد لأنه كل نوع طحين بيختلف عن الآخر، ما فينا نضبط كمية المي. كل اللي عليه يضيف المي شوي شوي وأعجن لحتى تجمع العجينة على بعضها. بس حسيتها جافة برجع بزيد شوي مي. هاي العجينة جمعت على بعضها، رح أعجنها هلأ كتير منيح لحتى تصير ناعمة وبنفس الوقت طرية وملسة. وهاي العجينة بنعجنها لتصير مثل الحرير بقوام ناعم وطري. شوفوا ما أحلاها، هيك صارت جاهزة. إذا عم تعجنوها على العجانة بدكن 6 دقايق، إذا على إيدكن بدنا 8 دقايق ل9 دقايق بنعجن بضمير لناخد هالملمس الجميل. رح أغطي هلأ العجينة وتركها ترتاح. فيكن تجهزوا العجينة من بكير كتير وتقعد ترتاح أطول فترة ممكنة. كل ما ارتاحت أكتر بتعطيكم نتائج أفضل وبكون فردة أسهل وأهين بكتير. لتحضير حشوة الجبنة معي 25 جرام من الزبدة، عليهم ملعقة صغيرة من الزيت. رح ندوب الزبدة. على الزبدة رح ضيف ملعقتين كبار من الطحين. رح أقلب الطحين مع الزبدة كأني عم بعمل عم بعمل صوص بشاميل بمضرب سلك، بقلبهم مع بعض كتير منيح. رح أضيف الآن 1 كوب من الحليب. نزل أول دفعة وبقلب بالويسك. الحليب عم يغلي، ما لازم يكون بارد. ضيفه على دفعات وبقلب. وهذا هذا الطحين شوفوا كيف صار قوامه. وإذا كان في عندكم كتل عادي فيكن تضربوه على الهاند بلندر لحتى تاخدوا هالنعومة. هيك بدي إياه تقيل لحتى الجبنة ما تهرب برا السمبوسة أثناء القلي. لهيك كترنا طحين وخلينا يكون تقيل بهذا الشكل. رح أضيف الآن 300 جرام من الموزاريلا. فيكن تستخدموا قشقوان، لازم الجبنة تكون بتشط وبتمط. رح أضيف الجبنة وأقلب. الحرارة متدنية، بقلبهم مع بعض شوي شوي لحتى تدوب الجبنة.
هاي الجبنة شوفوا كيف ساحت، شوفوا قوام الحشو كيف، هذا القوام المظبوط. لنزيد النكهة لذاذة وريحة وطعم بتشهي القلب، رح خلي ملعقة صغيرة من المحلب، محلب حب وأنا طحنته، رح يعطيني نكهة ما طبيعية. ورح ضيف كمان ملعقة كبيرة من الحبة السوداء وبقلب. وهيك صارت عنا أحلى حشوة جبنة بتشهي القلب. شوفوا بتمط للسقف ما شاء الله، شوفوا بتاخد العقل. هيك صارت جاهزة. هاي حشوة الجبنة رح أنقلها على طبق لحتى تبرد. هلأ ما فينا نشتغل فيها لأنها ساخنة كتير، رح نوزعها طبقة واحدة متساوية وهي سخنة، بس بردت ما فينا نعمل هذا الشيء لحتى وقت نجي نحشي السمبوسة تتقطع معنا بكل سهولة. بعد مرور ساعة من الوقت العجينة ريحتها ساعة بس، رح ناخدها هلأ حتى نشتغل فيها. صارت جاهزة. رح قطعها ل4 قطع بهذا الشكل، وكل قطعة رح كورها وخليها بصينية على جنب وغطيها كتير منيح لحتى ما تنشف. رش الكاونتر بالطحين لحتى سهل عملية الفرد. وبفرد العجين كتير رقيق لحتى تطلع السمبوسة معانا مقرمشة وما شربانة زيت. لازم نرقها سماك كتير رقيق. رح أقطع عجينتي، طبعا التشكيل حسب الرغبة، شكلوها بالطريقة اللي بتحبوها. رح استخدم القالب، ورح خلي العجينة بهذا الشكل بالوسط، ورح خلي القليل من حشوة اللحمة المفرومة. لحمة مفرومة عادية رح نقليها مع البصل، ممكن تخلوا مكسرات وبقدونس مفروم، وأكيد مع بهار وملح وفلفل. ولحتى أضمن العجينة ما تفتح معي أثناء القلي رح أدهن الأطراف بالقليل من الطحين مع المي، بسكرها وبقفل عليها كتير مزبوط، وبتخلص من الزوائد وخليهم على جنب لحتى نرجع نجمعهم كلهم ونفردهم. شوفوا ما أحلاها، والعجينة بتفرد معايا بكل سهولة وما بتغلبني. هاي حشوة الجبنة شوفوا ما أحلاها بعد ما بردت وتتماسك. تشكيلة لسمبوسة الجبنة كتير سهلة، بقطع بالملعقة وبخلي الحشوة بالوسط بهذا الشكل، وما ننسى ندهن القليل من الطحين والمي على الأطراف. كتير مهم نسكرها مزبوط لحتى ما تفتح بالقلي. وهي السمبوسة بعد ما خلصتها لسه ضايل عندي تقريبا صينية صغيرة ما شاء الله. فيكن تفرزوها تدخلوها على المجمد، بس تقسى الحبات رح توزعوها على أكياس غذائية، وبس بدكن تقلوا بتطلعوا دايركت وبتقلوا، يعني ما تنطروا لحتى تفك العجينة، مباشرة من التلاجة على الزيت الغزير الحامي. بننزل حبات السمبوسة بزيت حامي لحتى تنتفخ حبات السمبوسة. حاولوا تسكبوا عليها زيت بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله السمبوسة عم بسكب عليها زيت، شوفوا نجاحها بالوني ما شاء الله. وهي آخر دفعة سمبوسة بالجبن ما شاء الله، مثل ما دخلتها على الزيت وقليتها مثل ما طلعتها، ما فتحت أبدا، مقرمشة والقرمشة مليون ومليانة بوانين. سمبوسة بف بتشهي.